السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فرونسي أنون. رغم أن الشاعر يقول أنجو بحياتك من هذه اللغة المعقدة، إلا أن الخيار لك تماما، إما أنك تنجو بالهرب وإما أنك تتعلم الفرنسية على أصولها. أصدقائي الصامدون، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية تماما كما تمنيت أن أتعلم أنا شخصيا. مرحبا. سواء كنت بانتظار برنامجك المفضل أو أنك بالدوام لكن طفشان ومالل، كلمة طفشان من الكلمات اللي تضحكني وبلا سبب، أو كنت بانتظار وجبتك المفضلة لتجهز، أو حتى إن كنت فقط بانتظار ساعة نومك لترتاح، ولابد أنك لم تنسى أن تضبط المنبه على وقت محدد. الوقت ساعة، دقيقة، ثانية، لا يهم، فقط ارتدي أفضل آلة حتى لو ما كانت رولكس. وتعال نتعلم كيف نقول الساعة بالفرنسية. نبدأ بأهم المفردات. ساعة heure دقيقة minute ثانية seconde. معلومة سريعة بسيطة: الساعة في العربية هي ساعة من الزمن والآلة التي تقيس الوقت. في الفرنسية ساعة من الزمن نقول heure، أما الآلة هذه نقول montre، واللي برأيي تعد من أجمل الإكسسوارات والهدايا. ثم تأتي هذه لتلقي كل ما أقول عرض الحائط. نضحك. نعود لدرسنا. وكما لاحظت كلمة سكوند ما نطقتهاش سكوند، يعني السي هنا ما نطقهاش ك، حالة خاصة جدا في كلمة سكوند. السي ننطقها تقريبا ج، سكوند. إذن عندي heure ساعة، minute دقيقة، سكوند ثانية. للسؤال عن الساعة بالفرنسية نقول quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ الجواب أساسا نبدأ بالساعة مستعملا العبارة il est ثم نضيف الرقم ثم كلمة heure. مثلا il est 1 heure، il est 2 heures، il est 3 heures. ولاحظ هنا نطبق دائما الوصل، ما نقدرش ننطقها il est 1 heure، تجي ثقيلة في النطق. ثم نضيف الدقائق إن وجدت. مثلا il est 3h10، il est 4h20، il est 5h25. ومش ضروري نقول كلمة minute، يعني العدد اللي نزيده بعد heure أكيد هو عدد الدقائق. حالات خاصة cas particulier، حالات خاصة. الساعة اللي فيها 60 دقيقة نقدر نقسمها على 2 فتعطيني نصف ساعة، أو على 4 فتعطيني ربع ساعة. إذن كيف نقول الربع والنصف بالفرنسية؟ النصف demi ونصف et demi. Exemple: il est 6h30، il est 6h30. il est 8h30، il est 8h30. الربع quart لأنه جاية من كلمة 4 اللي هي 4، وربع et quart. Exemple: il est 2h15، il est 8h15.
quart. Il est 8h15. وين تكون باقي لنا دقائق وتحل ساعة أخرى. مثلا هذه الحالات. هنا نقدر نقول الساعة الحالية بدون مشكل، يعني كما تعلمنا سابقا نقدر نقول il est 2h45 ونقدر نقول أيضا il est 4h50. لكن كاين طريقة أخرى متداولة أكثر ومستعملة أكثر، وهي أن نقول الساعة المقبلة أو الآتية أقل كذا دقيقة. يعني هنا لو نقرأها بالعربية 3 إلا 15 دقيقة أو ربع. كيفاش نقول il est 3h moins le quart. il est 3h moins le quart. الثالثة إلا الربع. هنا نقول il est 5h moins 10. il est 5h moins 10. حسناً. ماذا عن منتصف النهار ومنتصف الليل؟ منتصف النهار هي الساعة 12. نقول il est midi. il est midi. ميدي معناها منتصف النهار. منتصف الليل أو الساعة 0 نقول minuit. il est minuit. il est minuit. ماذا لو حبيت نحدد اللحظة أو الزمن؟ مثلا نقول صباحا، بعد الظهر، أو مساء. مثلا إذا حبيت نقول إنها 8 صباحا نقول il est 8h du matin. il est 8h du matin. matin صباحا. بعد الظهر مثلا نقول 3 بعد الظهر il est 3h de l'après-midi. il est 3h de l'après-midi. l'après-midi معناها بعد الظهر. إذا حبيت نقول إنها 9 مساء نقول il est 9h du soir. il est 9h du soir. soir مساء أو المساء. كامل على بالنا بلي كاين نظامين لتحديد الوقت، نظام 12 ساعة ونظام 24 ساعة. الفرق نظام 12 ساعة ينتهي مرتين، عند 12 زوالا وعند 12 منتصف الليل. يعني لما تدق 12 بعدها يعاود يجدد النظام الواحدة الثانية الثالثة إلى آخره. نظام 24 ساعة ينتهي عند منتصف الليل اللي هي الساعة 0، وبعدها الساعات تعاود تولي الواحدة الثانية الثالثة إلى آخره. يعني في نظام 24 الساعة الواحدة بعد الزوال تصبح 13، يعني نقول il est 13h. الثانية زوالا نقول il est 14h. الثالثة نقول il est 15h، وهكذا إلى أن نصل إلى الساعة 11 مساء ونقول il est 23h. il est 23h. الميزة في هذا النظام أني ما راحش نحدد أني بعد الظهر، يعني ما راحش نقول il est 15h de l'après-midi. لماذا؟ لأنه هذه الساعات ما يتكروش مرتين وكاينين فقط بعد الظهر، لذلك لا حاجة أني نحدد أني بعد الظهر. وعلى فكرة هذا النظام مستعمل في الكثير من الدول واللي من بينها فرنسا. ولتطبيق ما تعلمنا خليكم هذه الأمثلة للتمرين. نشوف القراءة الصحيحة مع بعض وخلونا النتائج في التعليقات. il est 7h. il est 7h. il est 7h15. il est 7h15. il est 7h30. il est 7h30. هنا نقدر نقول il est 7h45 أو il est 8h moins le quart. il est 8h moins
le quart يعني 8:15. Il est 8h moins 10. Il est 8h moins 10. Il est 14h30. Il est 14h30. Il est midi. Il est midi. Il est minuit. Il est minuit. كان هذا درس آخر في تعلم اللغة الفرنسية. الباب لآرائكم يبقى مفتوح كالعادة عبر التعليقات. إلى أن ألقاكم في المرة القادمة. سلام.